عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي سنة 5 ابتدائي. يا رب يكونوا بخير يا شباب. النهارده يا جماعة برضك هنكمل مع بعض إن شاء الله يونت 1 الوحدة الأولى يا جماعة، والنهارده إن شاء الله بإذن الله ميعادنا بقى مع ليسون 3 الدرس الثالث. طبعا يا شباب بإذن الله هنسيب لك في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول ليسون 1 وكمان ليسون 2 علشان تقدر تتابع معايا كل الدروس درس بدرس ان شاء الله يا شباب. الله اكبر. حبيبي يا حبيب مامي. طبعا يا جماعه كالعاده هنقسم الفيديو النهارده لاربع حاجات. اول حاجه الفوكاب، طبعا الكلمات الجديده بتاع الدرس الثالث، نحاول يا جماعه ننطق مع بعض بطريقه بسيطه جدا وطريقه شيقه قوي. كمان هناخد درس الريدنج النهارده، هيكون قصه جاك وكمان البين ستوك، جاك وكمان ساق الفاصوليا، قصه جميله او شيقه جدا جدا يا جماعه. وكمان هناخد النوتس بقى، بعض الملاحظات على القصه ديت النهارده يا جماعه، طبعا سم واني وبعض الاصوات اللي بتاعت الفاولز والكونسونانت وكده. وفي الاخر اكسرسايز من كتاب المعاصر يا شباب صفحه 46 وكمان 47 اللي احنا اصلا شغالين منه يا ابطال. طيب يا شباب كالعاده اهوت، بس اول حاجه مع فعل الجرس وكمان الاشتراك عشان يوصلك كل الدروس اول باول. بعد اذنك كده ببص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك اشتراك للبتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. اول حاجه يا جماعه اهوت باذن الله هنبدا بالفوكاب اللي هو الكلمات الجديده بتاع الدرس، ننطق مع بعض يا شباب. اول حاجه بين ستوك، بين ستوك معناه ساق الفاصوليا، بين ستوك. خد يا جماعه حرف اليس هنا سايلنت. بور، بور معناه فقير. ريتش يعني غني، ريتش غني، ريتش. عملاق يا جماعه يعني شخص مثلا very big اسمه giant، giant، giant. كلمة حر free، free أو مجانا كمان زي كلمة tree كده. بيضة من الذهب golden egg، golden egg. كلمات سهلة يا جماعة قوي. castle يا جماعة حرف تي silent. قلعة اسمها castle، ما حدش يقول كاستل، لا ماشي. axe، axe اللي هو الفأس أو المعول يا جماعة. الفأس يا جماعة إيه اللي بيستعملوه في الزراعة ده. مزعج أو فظيع يا جماعة اسمها terrible، terrible، terrible. كلمات جميلة جدا. لكن في كمان اكسترا فوكاب، بعض الكلمات الإضافية يا جماعة برضك لا تقل أهمية عن اللي فوق. أول حاجة برايس، برايس معناه الثمن أو السعر، ولكن وات برايس زي كلمة هاو ماتش كده. كاو بقرة، كلمة قديمة جدا. building يعني مبنى أو عمارة يا جماعة. beans، beans معناه إيه؟ حبوب الفاصوليا، beans حبوب الفاصوليا. كلمة قفص كيج، كيج حمام قفص كيج، كلمة جميلة جدا قابلنا كتير مع كلاودي، كلاود المعنى سحابة لكن كلاودي كثير السحاب. توب معناه قمة، توب، توب. عملة معدنية كاين، كاين COIN، كاين. دجاجة هن، سهلة خالص يا جماعة، هن. person يعني شخص، person، person يعني شخص. كمان عندك يا جماعه كلمه خاص ومميز special، special طبعا مع CIA منطقه شين، special. angry، angry يعني غضبان. magic، magic يعني حاجه سحري يا جماعه، magic. hungry، hungry يعني جائع. اما كلمه سحابه لا مش سحابه، اسمها كلاود برضك، ده متكرر مرتين. كلاود وكلاود متكرر مرتين يا شباب، تمام مفيش ادنى مشكله خالص. طبعا ما عندك كان ان شاء الله برضك عندك في حاجه اسمها الكونجيكيشن اوف فيربس. يعني ايه بقى يا جماعه؟ تصريف الافعال. طبعا يا جماعه في الانجليزي عندي 3 تصريفات الافعال، لكن في عندك نوعين. الاول في عندك regular verbs الافعال المنتظمه، ودي الافعال يا جماعه اللي احنا بنضيف اخر الفعل دي او اي دي او اي اي دي عشان تحول لفعل الماضي هيمعنى في الباست. اما irregular verbs الافعال الغير منتظمه او الشاذه دي يا جماعه ملاش لها قاعده ثابته، لازم نحفظ زي ما هي بالظبط يا جماعه كده. يعني مثلا عندك اول فعل منتظم كلمه climb، طبعا مع حرف بي سايلنت، الماضي بتاعها تسلق climbed. شوف حضرتك ما حاطط اي دي اهو. كلمه count يعني يعد. طب كلمه عدى في الماضي هقول counted، count، counted. cry بقت cried، حذفنا الواي عشان قبلها حرف ساكن وحطينا بدلها اي اي دي. حلو قوي يا جماعه اهي.
chop يعني يقطع او يخرط مثلا خضروات او الايه حاجه كده chopped ماشي. grab يعني يجذب بشده او يمسك بشده grabbed grabbed حطينا اخر اي دي ماشي يا جماعه. عندك كلمه rich بقت wretched يصل وصل يا جماعه افعال كلها سهله خالص هي افعال منتظمه اخر اي دي. save saved يا جماعه هنا حطينا حرف الدي بس علشان اصلا الفيرب الاساسي في حرف الاي موجود جاهز. عندك الحاجه الثانيه باي بوت يشتري اشترى شوف يا جماعه مفيش هنا اخر اي دي لا هنا كلمه شاذه خالص مع نفسها. sell sold لا ده كل كلمه يا جماعه معاها ايه يعني بحوار تاني خالص مفيش قاعده ثابته في كل كلمه. شوف through 3 يا جماعه THREW هنا بالاو هنا بالاي. full fill full يعني يقع او يسقط بقت fill وقع بالاي شوف الاي بقت اي يا جماعه. run rain يا جماعه يجري جرى شوف بدل يو بقت ايه شايف يا جماعه ملاحظين اللي مفيش قاعده ثابته خالص. meet met ميت يقابل مت قابل افعال الشاذة يا جماعه ملهاش لها قاعده ثابته يا شباب هو كل حرف او كل فعل عايز حافظ زي ما هو بالظبط. تعبيرات وحروف جر مهمه يا جماعه important expressions and preposition طبعا يا جماعه الجزء ده مهم جدا في التوصيل وكمان سؤال الترتيب واكمل وكده. طبعا اول حاجه يبقى مع stay with يبقى مع او يمكث مع. run away يعني يهرب يجري بسرعة يخلع منه run away حيما as soon as بمجرد ان as soon as بمجرد ان. يقطع chop down يقطع حاجة او يخرطها وكده. on the way to معناها في الطريق الى حاجة لذيذة جدا. اما كلمة يرمي من throughout of يرمي حاجة مثلا من الشباك يرمي حاجة من البلكونة throughout of go up to يعني يرتفع او يعلو الى مثلا اعلى او كده go up to. الله حاجات كلها لذيذه جدا يا جماعه ولكن في بس ايه في جزئيه جديده خالص يا جماعه حاجه اسمها definitions يعني بعض التعريفات المهمه جدا جدا عشان الجزئيه دي يا جماعه بتيجي في التوصيل وسؤال كمان اختيارات. ركز يا جماعه في التعريفات ديت. بيس ريس تمام. اول كلمه جاينت يعني عملاق يا جماعه يعني ايه شوف جنبها على طول يا جماعه بقول لك ايه a very big person يعني شخص كبير جدا جدا في الحجم. خد بالك من التعريفات يا جميل. grab معناه ايه جنبها على طول بقول لك ايه to pick something up quickly ان يلتقط شيء بسرعه. اما كلمه castle حرف تي صانع يا شباب a very large building built a long time ago مبنى كبير جدا بني منذ وقت طويل حاجة قديمة قوي. chop يعني قطع معنى ايه to cut something down اللي هو يقطع شيء ما يقطعها او يخرطها يا جماعة زي ما اتفقنا من شوية. طيب cage كلمة حلوة قوي معنى ايه a box in which we keep animals صندوق بنربي في الحيوانات a box in which we keep animals. الله حاجات يا جماعه مهمه جدا في سؤال الاختيارات والتوصيل. حلو يا جماعه نكمل القصه بتاعه جاك يلا بينا. دلوقتي بقى القصه يا جماعه اسمها جاك اند بين ستوك. جاك اند بين ستوك اللي هو جاك طبعا وساق حبه الفاصوليا. القصه جميله يا جماعه عايز بقى تركز فيها وفي الكلمات عشان اسالك كمان استفدت ايه من القصه في اخر الفيديو. معاك يقول لك ايه جاك اند هيز ماذر we're very poor فقراء جدا الاتنين. go to the market and sell our last cow روح يا ابني السوق وبيع اخر بقرة عندنا. please get a good price جاك. please عشان خاطري يا جاك get a good price جاك عشان خاطري يا جاك يا ريت تبيعها بسعر كويس يا ابني خلاص ما عادش في البيت any food اي طعام واحنا جعانين. طبعا مع كلمة poor يعني فقير وجود برايس بمعنى ثمن جيد. تمام يا ماما. شوف يا جماعه جاك بقى يسمع الكلام ولا يطلع ولد مغفل هنشوف. الفقرة الثانية يا جماعه بقول لك ايه on طبعا قلنا يا جماعه on the way يعني في الطريق خدناها في الكلمات. on the way to the market هو راح السوق. جاك عمل ايه بقى met an old man
ميت يا جماعه دي الماضي او الباست بتاع كلمه ميت يقابل. هنا ميت قابل، قابل راجل عجوز. راجل عجوز يقول ايه؟ I have these special beans. انا معايا يا ابني فول خاص جدا، حاجه مميز قوي. شوف طبعا ده راجل عجوز بيتكلم اهو. Do you want to buy them? They will make you rich. They will make you rich said the man. حاجة معاه قال له يا جاك خد حبة الفول ديت مقابل ايه اللي انت تديه للبقرة بتاعتك. والحبة الفول ده يا جماعة مميز جدا سبيشال بينز وهيخلوك ريتش غني جدا. طبعا يا جماعة للأسف جاك صدق كلام الراجل طبعا وهيروح لأمه. أمه طبعا للأسف هتبقى غضبانة جدا فبتقولك ايه؟ جاك بوت. طبعا معاه بوت هنا الماضي بتاع باي، اشترى فعلا ذا بينز الفول من الراجل عجوز. ولكن his mother was very angry. لكن مامته زعلت جدا منه وغضبت قوي. قال له ازاي يا ابني واحد يضحك عليك تديله بقرة ويديلك شوية فول؟ قالت له ايه؟ we need food Jack not beans. she threw them out of the window. طبعا معها من غزة طبعا زعلت جدا من جاك وقامت ماسكه السبيشال بينز وقامت throw away out of the window وقامت رمياهم ايه من الشباك. طبعا جاك تأسف لمامته. sorry mom، اسف يا ماما. I thought they would help us. كنت فاكر الحبات الفول تساعدنا. and Jack went to bed. to bed حاجة معاه طبعا went هنا الباست بتاع كلمة go. went to bed يعني ايه؟ go to bed. خلاص دخل نام وكان زعلان خالص عشان اغضب مامته. فبقولك في الاخر بقى ايه؟ he was sad and very hungry. للأسف كان زعلان جدا عشان زعل مامته يا جماعة، وكمان hungry جعان عشان طبعا للأسف ما جابش طعام زي ما ايه كانت مامته موصياه في الاول خالص اللي هو يبيع ايه sell the last cow ويجيب good price عشان يجيبوا طعام. للاسف ما فيش اكل والدنيا ايه يعني خربت. لكن تاني والصبحيه جاك بقى بيفتح ايه الشباك بتاع اوضه النوم لقى حاجه غريبه جدا. قال له في ايه؟ طبعا يا جماعه قال لك ايه؟ the next morning تاني يوم الصبح جاك يا جماعه next morning Jack saw a very tall beanstalk. طبعا مع beanstalk اللي هو ايه حبة ايه ساق حبة الفاصوليا in the garden يعني الجنينة بتاعته. هاي معاه فتح الشباك ويفاجئ كده لقى حبة او ساق حبة الفول كبيرة جدا very very tall. ياه طب عامل ايه بقى ساعتها؟ قالك ايه بقى؟ it went هاي معاه it اللي هي حبة الفاصوليا مع الساق دوت went all the way up to the clouds. ياه ده طلع فوق عند السحاب خالص to the clouds عند السحاب. طب جاك هيبقى يتفرج؟ لا طبعا جاك قلبه جريء شوية climbed the beanstalk. هاي معاه climbed خد يا جماعه حرف بي silent climbed the beanstalk يعني طلع على حبة الفول. بدأ ايه يتسلق ويطلع فوق عشان يوصل ايه للقمة بتاعتها للتوب. at the very top وعند القمة he saw شاف بقى حاجة غريبة جدا a castle شاف قلعة. حاجة معاه الكلمة المكتوبة الأحمر ديت معناها قلعة castle حرف تي silent. Jack went inside to see if anyone needed help. جاك يا جماعه طبعا هنا ارتكب خطا الصراحه حاجه مش كويسه. قالك went inside دخل جوه القلعه علشان يشوف لو في حد محتاج مساعده ولا لا. طبعا يا جماعه هنا اول غلطه اهوت اللي انت ايه ما ينفعش تخش مكان طبعا يعني متعرفوش او مكان من غير مستأذن او يعني without any permission من غير ما حد ايه يطلب منك الاذن وكده يعني المفروض ناس تأذن. لكن يا جماعه للاسف لاقي حاجه غريبه جدا. رقم 5 يا جماعه اهوت بالك ايه suddenly فجأة Jack saw a very big giant. شاف يا جماعة طبعا كلمة saw دي الباست او الماضي بتاع كلمة see. شاف راجل عملاق جدا جوه الكاسل. يا جماعة طب عمل ايه بقى جاك بقى؟ بيقول لك ايه he was او عمك الجاينت ده معاك كان قاعد بقى ايه he was counting
بيعد bags of زي شويلة كده، معاه شويلة أو معاه أكياس مليانة كلها إيه gold coins gold coins كلها عملات ذهب ما شاء الله، معاه شويلة ومليانة أكياس كلها إيه طبعا إيه gold coins. There was a hen طبعا جاك يفاجئ لا فرخة اللي جاب فرخة هنا on the table على الترابيزة قدامه هناك هيت. لا طب بعدين ده الفرخة معها طلعت كمان غريبة جدا، قالك ايه بقى the hen يا جماعة الفرخة was in a cage next to the hen الفرخة كانت في قلب القفص وجنبها hen was a golden egg يعني جنبها بيضة ذهبية. يعني شاف جاينت وكمان شاف كمان هن وجنبها جولدن ايج بيض ذهب. ايه دي ما شاء الله، ده الفرخة الظاهر بايه بتبيض في حاجات ذهب وحاجات حلوة خالص يا جماعة بالذهب. الفقرة السادسة يا جماعة طبعا جاك قاعد مستغرب جدا وفي حالة ذهول بقى، بيقول لك ايه the hen looked very sad يا جماعة it was a magic hen and it could talk. يعني هن الفرخة looked very sad كانت تبدو حزينة جدا وكمان كانت هي magic hen وكمان could talk بتعرف تتكلم. بتقول ايه help me please طبعا الفرخة بتتكلم save me from this terrible giant save me أنقذني from this terrible giant أنقذني من هذا العملاق الفظيع. طبعا كلمة terrible يعني very bad وقلنا giant يعني very big person شخص غريب جدا. طبعا اسف يا جماعة جاك هيبدأ فعلا ياخدها، وطبعا يا جماعة دي غلطة جدا اللي احنا ناخد حاجة مش بتاعتنا، حاجة طبعا مش كويسة خالص. هنا بقول لك ايه as soon as بمجرد بان جاك ريتشد خدها بقى وجرى يا جماعة his garden بمجرد ما وصل عند الجنة بتاعته بقى جاك grabbed his axe أما على طول مسك وانتزع الايه الاكس بتاعه او الفأس بتاعته يا جماعة جاب الفاس وعلى طول بقى ايه he chopped down cut down قعد يقطع طبعا زي اللي في الصورة يا جماعة the beanstalk اللي هو ساق حبة الفاصوليا. يا قطع يا جاك. طبعا جاك قعد ايه chop down طبعا هنا the giant fell on the ground and ran away. طبعا giant العملاق fell دي الباست الماضي بتاع كلمة fall ماضيها fell يا جماعة and ran away طبعا run R-U-N ماضيها R-A-N يعني هرب. الجاينت وقع وقام طلع يجري هرب. طبعا الصراحة يا جماعة انا لسه مش عارف هو هرب ليه مع انه المفروض هو ايه صاحب حق يعني المفروض طيب The hen was happy الفرخة كانت مبسوطة جدا عشان it was free at last عشان أصبحت حرة وطليقة في النهاية. الحمد لله ربنا نجاني من هذا ايه التيربل جاينت العملاق الفظيع جدا. طبعا يا جماعة القصة طبعا نهايتها هو الجميلة خالص وسعيدة خالص. بيقولك ايه رقم 8 بقى هنا شايفين طبعا الدنيا ايه اتبدلت وبقت الدنيا ايه مزهزهة اهوت. بيقولك ايه thank you for helping me Jack شكرا على مساعدتك لي يا جاك. طبعا ما ننساش ان قلنا ايه helping الفيرب ing بيجي بعد كلمة thank for يعني شكرا على. طيب يا جماعه على طول بعدها على طول الفيرب ing شكرا على مساعدتك ليا يا جاك. وتكمل يا جماعه الفرخه بتكمل you are a kind boy انت ولد طيب جدا. طبعا كلمه kind كلمه kind معناها طيب ودي صفه ومعروفه يا جماعه ان الصفه دايما تيجي قبل الاسم على طول الموصوف عشان كده قلت ايه kind boy على عكس العربي الصفه بتيجي بعد الاسم لكن في انجليزي الصفه تيجي الاول. can I please stay with you and your mother يا جماعه. طبعا كان I please خدناه يا جماعه في الفيديو اللي فات اللي دي يا جماعه بنسميه البولات ريكويست الطلب المهذب بيبدا بكلمه كان I please كان I. ممكن بقى stay with you اقعد معاك انت ماما. طبعا مع جاك and his mother weren't poor anymore يا جماعه لم يعدوا فقراء على الاطلاق.
طبعا مع anymore ديت يعني no longer يعني لم يعدوا فقراء خالص، خلاص ما عادش فقراء خالص، ربنا ايه فتح عليهم من وسع. يا جماعه بيقول لك بقى they sold يا جماعه دي الماضي بتاع كلمه sell. sold the golden eggs to buy food. وكانوا بيبيعوا البيض الذهب يا جماعه عشان يشتروا طعام وحاجات كتير حلوه. طبعا معايا القصه في الاخر بقى بيقول لك ايه جاك and his mother. جاك ومامته lived happily. طبعا happily ديت عباره عن adverb يعني ظرف اخره واي. عاشوا بسعاده after ever يعني بعد ذلك. جاك and his mother عاشوا بسعاده happily after ever. happily يا جماعه ديت مش صفه ولكن هنا adverb ظرف او حال اخره ال y. دي يا جماعه القصه الجميله بتاعتنا، ولكن هو يعيب على القصه حاجتين. اول حاجه ان جاك دخل مكان طبعا من غير any permission اي استئذان طبعا لما دخل القلعه، وكمان خد حاجه مش حاجته. طيب يا جماعه قدامنا لسه بقى هنكمل مع بعض اهو الفيديو، ولكن يا جماعه اللي بيقدم لكم الفيديوهات مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. يا رب يا جماعه تدعموني كده وتعملوا اشتراك وتقولوا اصحابكم كلكم على اسم القناه مستر انجلش عشان نكمل منها كلها مع بعض باذن الله. يلا يا شباب نكمل مع بعض بداية الفيديو على الجرامر والقاعده، يلا بينا. ودلوقتي يا حبايب قلبي سنه 5 ان شاء الله ناخد بقى القسم بتاع الماث او الحساب يعني. طبعا يا جماعه في كل يونت بيبقى فيه جزئيه كده بتتكلم عن ايه؟ عن الحساب وبعض الاكسبريشنز اللي هي بعض ايه التعبيرات بتاعه الحساب او الماث. read and learn اقرا وتعلم. النهارده هناخد حاجه درس جميل جدا اسمه decimal fractions. طبعا يا جماعه الفراكشنز اللي هو معناه الكسور عشريه. الكسور يا جماعه ودي كان درس عندك اصلا موجود في سنه رابعه في يونت 2. مثلا لو قلت مثلا 2 حاجه مع 2 ومثلا قلت ايه على حاجه مع طبعا دي اكيد حاجه دي خدتها طبعا في الماث او في الحساب على 5. 2 على 5 حاجه مع 50 يعني 2 على 5. بص يا بطل كده واللي ايه اكتر حاجه تركز عليه هي الاكسبريشن او التعبيرات، ودي المطالب منك تعرف. مش هيجي لك طبعا في امتحان يقول لك ايه اسم واضرب واعمل الحاجات دي كلها، بس الحاجات دي حاجه جانب تثقيفي. اللي فوق يا جماعه دي الاثنين بنسميها الباست يا جماعه طبعا بالعربي، ولكن بالانجليزي اسمه numerator 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 يعني البسط. حاجه يا جماعه زي ما قلت يا جماعه الجزء دوت خاص بيه يعني حاجه تثقيفيه شويه يا جماعه عشان الطالب يعرف الالفاظ وبعض الكلمات والمصطلحات اللي في الرياضه. يبقى الفراكشنز معناها الكسور، نوميريتور معناها البسط. المقام بقى اللي هو رقم 5 يا جماعه دوت اسمه ايه؟ دينومينيتور. دينو طبعا يا جماعه اتعودنا لكلمه طويله شويه نحاول نقسمها. دينومينيتور معناها المقام. طيب عايزين نوضح مستر هي اصلا يعني ايه بسط ومقام والحاجات دي. تخيل يا بطل لو قدامك هي مثلا قطعه ارض، مثلا ارض اهي حاجه معاها ونقسمها وليكن مثلا 5 مثلا اقسام او 5 اجزاء اهو. ادي مثلا 1 2 3 4 5 اهو. حاجه معاه جينا مثلا وليكن فلاح مثلا وليكن زرع مثلا الجزء اهوت مثلا وليكن محصول زرع مثلا قطن او برنجان او فاصوليا اي حاجه، وكمان زرع الحته من الارض ديت وليكن زرع مثلا ايه رز مثلا او بطاطس اي حاجه. تخيل يا جماعه دي دلوقتي زي ما اتفقنا يا جماعه انت عندك كام اهو ارض طويله اهي ارض كبيره، ولكن الراجل قسمها عمو الفلاح يا جماعه الى مثلا وليكن الى مثلا 1 2 ومثلا 3 قطع اهوت و4 وكمان 5 اللي هي 5. الارض يا جماعه هو قسمها ايه الى 5 اقسام. جزئين حاجه معاه اهو 1 و2 زرعهم مثلا وليكن محصول ما اي محصول بقى والثلاثه فاضيين. اول حاجه معاه في المقام تحت بنكتب الاجزاء الارض كلها اللي هو التوتال بتاع الحاجه اللي قدامك كلها مثلا 5 اهو 1 2 اهوت لحد 5. اما فوق بنكتب مع الجزء اللي انا كسرته او اللي انا خدته عشان كده اسمه فراكشن اللي انا كسرته اللي هما الاثنين بس حاجه معاه. طب 2 على 5 بنطقهم ازاي يا جماعه؟ هقول 2/5 يعني 50 او في طريقه ثانيه يا جماعه هقول ايه 2/5 2 over يعني على 5. زي ما قلت يا شباب طبعا في الجزئيه ديت بنهتم قوي بالكلمات او بالنطق او الاكسبريشن عشان نعرف الحاجه دي. طبعا ما ننساش يا جماعه الاثنين اللي فوق يا جماعه اللي هو بنسميه الباست. يا جماعه الباست دوت اللي بالعربي بنسميه بالانجليزي اسمه ايه؟ نوميريتور
numerator 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 يعني الباست. طبعا مع الجزء اللي احنا خدناه طبعا زي ما قلت اهوت استغلناه او كسرناه يبقى الجزء فوق دي يا جماعه طبعا درس اسمه ايه الفراكشنز. فراكشنز يا جماعه دي ايه اسمه الباست. الباست يا جماعه اسمه نوميريتور. اما بقى الجزء التحتاني او الرقم اللي موجود تحت بيبقى ايه التوتال كلته المجموع الاجمالي زي ما عندك قدام في الصوره 5 ايه حتت من الارض. اسمه بقى ايه المقام اسمه ايه اسمه دينومينيتور. دينومينيتور يا جماعه اللي هو المقام. ادي الباست فوق وادي المقام تحت. زي ما قلت يا جماعه بنهتم بايه بالاكسبريشن او التعبيرات. المطالب منك تعرف بس ايه يعني ايه كلمه فراكشنز يعني ايه كلمه دينومينيتور نوميريتور وتعرف تنطق ايه مثلا ايه كسور زي مثلا 2/5 او 2/5 وهكذا. كلام زي الفل. برضك في الوحده او في الدرس النهارده في جانب اسمه الفونكس الصوتيات. وما ادراك ما علم الصوتيات بقى في اللغه الانجليزيه. وناس كتير قوي بيشتكوا منها يقول لك ده مثلا ايه ابني او بنتي ما بتعرفش مثلا تقرا او ضعيفه في القراءه في الانجليزي. طبعا مع كل دي مع علم الصوتيات مهم قوي. النهارده برضه هناخد جزئيه حلوه قوي هتعلمنا حاجات كتير قوي. ركز معايا يا جماعه ونقرا مع بعض. يلا يا بطل كده. حرف الاي حرف ايه يا جماعه طبعا معروف يا جماعه لما بيجي في اخر الكلمه لو مثلا كلمه قصيره يا جماعه ما احناش ايه بننطقه لا ينطق. حرف الاي لما يجي في الاخر الكلمه ما احناش بننطقه. طبعا يا جماعه اكيد كلنا عارفين المعلومه ديت. زي مثلا كلمه جريب شوف اخرها ايه ما احناش بننطقها. ما هوش جريبي صح. كيك ما هوش مثلا كيكي صح. كيك حرف ايه ما انطقهوش خالص يا جماعه. سنيك ما هوش سنيكي حرف سنيك تمام. كمان كلمه اسمها بيك اللي معناه يخبز يا جماعه برضه مش بيكي. لا فعلا مصر ده كلها حرف الاي هيجي في الاخر وفعلا حرف اي ما احناش بنطقه زي ما قلت يا جماعه في الكلمات القصيره. لكن بقى لازمته بقى اللي هو بيغير نطق الحرف المتحرك الذي يسبقه من شورت الى لونج. بدل ما هو قصير هخليه طويل. ازاي مستر مش فاهم يعني ايه ازاي هيغير نطق الايه الحرف الجواني. بص يا جماعه كده كلمه ميلك يا جماعه ما فيش في اخر حرف الاي صح. فحرف الاي هنا بيبقى حاجه اسمها شورت قصير. بقول ايه ميلك. اكن حرف الاي يا جماعه عامل زي ايه زي الكسره شويه كده. فيش شو يا جماعه مش مثلا فايش لا او مايلك لا فيش ميلك فيش. شوف يا جماعه حرف الاي هنا اهوت مفيش في الاخر كلمه ايه نطقها ايه زي ايه كسره شويه كده. لكن شوف بقى لايم LIME. تخيل يا جماعه حرف الاي يا جماعه اللي موجود في اخر كلمه لايم دي يا جماعه بنسميه اي ماجيك حرف الاي السحريه. طب وظيفتها ايه يا جماعه زي ما الكلام موجود فوق يا جماعه قال لك بتدي لحرف الاي اللي هو الحرف المتحرك بدل ما هو يكون شورت يا جماعه زي كلمه ميلك او فيش كده بتخليه لونج. بقول ايه لايم. اكن حرف لاي اكن حرف الاي نطقته زي ما هو اسمه اي. شوف معايا كلمه رز هقول ايه رس زي اقول فيش كده لا حرف الاي يا جماعه برضك جه في الاخر الاي ماجيك. طب دي وظيفتها ايه مستر بقى اللي هي يا جماعه بنخلي ننطق الحرف المتحرك اللي هو حرف الاي اللي جوه يا جماعه دوت شايفينه بنخليه ننطقه من هو الشورت نخليه لونج طويل. بقول ايه رايس راي رايس ما قلتش رس يا جماعه. في كلمات طبعا يا جماعه زيهم كده يا جماعه لايم وكلمه رايس. عندك مثلا كلمه جت على بالي هي اسمها لايك اكيد كنا عارفين يا جماعه يقول لك اعملي لايك يا جماعه لايك. طبعا يا جماعه اتمنى يا رب تعملوا لايك طبعا على الفيديو دوت عشان فعلا بحاول والله اوصل كل المعلومه بشكل بسيط جدا وامثله كتير علشان بس حبيبنا. وكمان عندك فاير ما قلتش فر لا شوف حرف الاي في الاخر يا جماعه برضك بيدي ايه الصوت للاي او الصوت المتحرك بيخليه لونج. طب بص معايا للجدول الجميل دي وخليك انت بنفسك اللي تقراه واحده بقى وتقارن ما بين ايه الاثنين. عندك مثلا في ناحيه الشمال هي حاجه اسمها لونج فاولز شورت فاولز اللي هي الحروف القصيره. بص كده يا معلم عندك كلمه اول عربيه كار يعني سياره. طبعا يا جماعه كار هي ما فيش فيها اخرها ايه خالص فعشان كده بتبقى شورت كار حيما. لكن تخيل بقى في اللونج فاولز في الطويله بقول ايه شوف يا جماعه بقول كار برضك اقول ايه كير يعني عنايه كير شوف يا جماعه سهله جدا ازاي حرف الاي بتخليها كلمه ايه لونج طويله. شوف
تاب يعني حنفيه. طب تخيل بقى لو حطينا اخرها حرف الاي، هنطول ايه؟ تيب. تاب تيب. تيب يعني شريط لاصق يا جماعه، اللي هو البلاستر ده عارفينه كلنا يا جماعه. شبه طب كلمه تخين او سمين فات. فات ما اقولش فيت صح معاه، ما هيش اخرها ايه. لكن تعال تاني بقى نحت بقى كلمه المصير او القدر اسمها ايه؟ فيت. فيت. تخيل يا جماعه كار كير تاب تيب فات فيت اهو. فعلا حرف الاي لما بيجي يا جماعه في الاخر اللي هو الاي ماجيك بتدي طبعا الصوت المتحرك اللي هو خلاه لونج. جميل جدا. عندك امثله يا جماعه موجوده بره في كتاب الوزاره اللي بيقول لك ايه؟ ان some words sound the same but have different spelling. يعني بعض الكلمات لها نفس النطق لكن رغم كده ما يش ايه بتتغير في اللينج او السبيلنج متغير شويه، لكن نفس السبيلنج متغير في السبيلنج لكن نفس الساوند. كيك سنيك رين. اما الاكسرسايز يا جماعه هوت من كتاب المعاصر صفحه 46 و47 يا جماعه اللي هو اكسرسايز ليسون 3. بيقول لك ايه؟ اول حاجه بيقول لك ايه؟ listen and write true or false. طبعا معانا نص الاستماع زي ما اتفقنا يا جماعه موجود في اخر الكتاب، ولكن عشان مش عايز اطول عليك يا جماعه طبعا والحاجات دي هتاخد وقت طويل جدا في فيديو، هقول لك على طول على اللي فيها. يعني بيقول لك ايه؟ رقم واحد جاك went to sell his dog in the market. جاك راح يبيع الكلب بتاعه في السوق. فاكرين يا جماعه؟ طبعا كانت فولس، كان راح يبيع الايه؟ الكاو البقره. سهل قوي. 2 جاك met an old woman او woman قابل امراه عجوزه. طبعا لا يا جماعه كان old man مش old woman. حلو والله. عندك جاك bought the beans at last. اشترى في الاخر الفول. ايوه صح كانت true يعني false false true. اما السؤال التاني بردك عباره عن listen. نص يا جماعه بردك نستمعه ونحط ايه الكلمه الايه المناسبه الورد اللي هي complete the word الايه المناسبه. ولكن اول حاجه اقول لك ايه بردك نفس الكلام. جاك saw the beanstalk in the ايه. جاك شاف اللي هو ساق الفاصوليا فين حته؟ فيا جماعه كانت في الجنينه في الجاردن صح in the garden. طب 2 جاك climbed the. جاك تسلق طلع على ايه؟ طبعا ساق الفاصوليا بين ستوك. صح يا جماعه موجوده قدامك اهي برضك. حلو قوي. طب جاك went inside the. جاك دخل جوه ايه؟ القلعه بتاعه العملاق اللي اسمها الكاسل. صح. شو يا جماعه عمليه سهله قوي قوي. تخيل يا جماعه السؤال لسن عليه 6 درجات يعتبر حاجات كلها من الهوا. يا جماعه انت كل عمليه بس ايه بتسمع ايه النص من مستر او من مس وانت ايه بتقعد تحل كده وخلاص بكلمات كلها بسيطه جدا. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. ايه السؤال التاني يا جماعه عندنا برضك صفحه 46 يا جماعه choose the correct answer. اختر الاجابه الصحيحه يا بطل. بيقول لك ايه؟ رقم واحد بيقول لك ايه؟ when we pick something up quickly. لما انت تخطف او تلتقط شيء بسرعه جدا دي بنسميها ايه؟ chop ولا cut ولا grab ولا count؟ فاكرين معاه في التعريفات الديفينيشن قلت مهمه جدا. ايوه جراب. لكن تشوب يقطع كات يقطع كاونت يعني يعد. حلو والله. طب there are not golden eggs with the giant. العملاق كان معاه بعض من الايه البيض الذهب. فاكرين بعض يعني ايه؟ some ولا اني ولا ولا ان. طبعا كلمه some الجمله مثبته يا ابطال. وكمان عندك كلمه eggs كلمة جمع ما ينفعش ولا ولا ان خالص عشان والان مع المفرد. 3 I would like to buy نقط food. سهلة قوي اهو. فيا جماعة اسلوب الطرب والعرض مهذب نحط some ولا اني. ايوه صح some. يا جماعة كلمة some بتيجي على طول في العرض والمهذب مع كلمة بليز في الاثبات. حاجات سهلة قوي. لكن اني في النفي والاستفهام. 4 we buy and sell things at the A. بنشتري ونبيع الحاجات فين؟ في الماركت ولا في الزو ولا سكول ولا لايبراري؟ طبعا اكيد يا مستر فين؟ ماركت في السوق. صح يا جماعه بنشتري وبيع حاجات اكيد في الزو مش طبعا مش في الزو خالص ولا مكتبه لا اكيد في الماركت. حاجات سهله قوي يا جماعه ما شاء الله. تمرينات كلها نشيطه جدا وحلو قوي. السؤال الرابع معاه اللي هو ايه؟ read and match. اقرا ووصل. طبعا يا شباب بنقرا العمود ايه كله والعمود بي كله عشان نقدر نجمع كل افكارنا وكل الكلمات وفي الاخر نفهم الكلمات. طبعا مهم قوي مع حفظ الكلمات قوي. رقم 1 جاك and his mother. جاك ومامته مالهم يا عم؟ هنشوف دلوقتي. he is very big. هو ضخم جدا. يعني كده عملاق giant. صح.
They sold the cow. هم باعوا البقرة. مثلا في السوق ممكن صح. We need to chop. محتاجين نقطع مثلا خضروات مثلا ولا حاجات كلها سهله جدا يا جماعه. تحس يا جماعه ما شاء الله حاجات كلها سهله قوي قوي. طب هنا بقول لك ايه؟ the vegetable خضروات صح، يبقى نقطع خضروات سهله قوي. طب at the market في السوق ممكن مثلا بيبيعوا البقره في السوق، تمشي جميله جدا. we're very poor كانوا فقراء جدا. we're هنا للجامعه، ممكن نقول مثلا جاك ومامته. حلو. he is a giant عملاق يعني very big. طب walks slowly يمشي ببطء. حاجات كلها سهله قوي يا جماعه ما شاء الله. اول حاجه جاك اند هيز ماذر. جاك ومامته رقم واحد بايه؟ ايوه صح لتر سي. we're very big كانوا فقراء. very poor كانوا فقراء جدا. طب he is very big يبقى he is a giant عملاق. طب 3 they sold the cow باعوا البقره اكيد في السوق صح لتر بي 3 صح. طب 4 we need to chop محتاجين نقطع. ايوه لتر A صح the vegetables محتاجين نقطع الايه الخضروات. الله حاجات كلها سهله قوي قوي يا جماعه فعلا. يا جماعه لما تقرا العمود A كله وبي كله تحس انت جمعت كل حاجه قدامك وكل حاجه وضحت قوي. ذكي انت ذكي وذواق. طب read بقى ذا تكست. السؤال الخامس ابطال عندك اهوت 46 او 47 ان شاء الله. اقرا النص الاتي. يا جماعه هنقرا مع بعض يا جماعه اهوت وعليهم اسئله 4 اسئله 4 اجابات. Jack and his mother were very poor. Go to the market and sell our last cow. طبعا يا جماعه القصه كلها يا جماعه بتاعت جاك لما راح طبعا ايه السوق عشان يبيع اخر بقره عندهم. مامته قالت له كده please get a good price Jack. حماه وقالت لي جاك ايه بيعها بسعر كويس يا ابني، اوعى حد يضحك عليك ولا حد مثلا يقرطصك. حلو قوي. تضحكوش ليه؟ On the way to the market وهو راح السوق بقى جاك met an old man قابل راجل عجوز. I haven't these special beans. Do you want to buy them؟ الراجل عجوز قال له يا ابني انا معايا الايه بعض الفول او بعض اللي هو حبات الفول مميزه جدا، تحب تشتري مني؟ They will make you rich وهيخلوك غني جدا. طبعا الراجل عجوز قال له كده. Jack bought the beans but his mother was very angry. فعلا اشترى يا جماعه الفول لكن مامته غضبت جدا. We need food Jack not beans. حماه احنا كنا محتاجين يا ابني ايه؟ محتاجين اكل. راح تجيب لي شويه فاصوليا او بعض الحبات الفاصوليا. and she threw them ومترميهم يا جماعه threw them out of the window. حماه خدناه في حروف الجر من شويه رميتهم الشباك. sorry mom I thought they would help us. اسف يا ماما انا كنت فاكر ان الحاجات دي ممكن تساعدنا. والراجل طبعا العجوز كنت بحسب الراجل ايه يعني صادق ما اعرفش اللي هو ايه كذاب. طبعا كل دي ما لسه ما يعرفش اللي يحصل بقى. Jack went to bed. He was sad and very hungry. طبعا دخل ينام وكان جعان جدا عشان ايه ما جابش اكل زي ما كانت مامته قالت له. حلوه دي القصه يا جماعه اصلا بتاعت جاك ايه والبين ستوك كده. اول عندك سؤالين اختيارين وسؤالين انسر. اول اختيار بيقول لك ايه this text is about النص ده يا جماعه القطعه بتتكلم عن مين؟ عن بقره ولا بارك حديقه ولا جاك ومامته ولا جاك والمدرسه؟ طبعا سهل قوي جاك ومامته. الحوار كله يا جماعه دار ما بين جاك اند هيز ماذر. سهل قوي. طب 2 جاك اند هيز ماذر wanted to sell their عايزين يبيعوا مين؟ الهن فرخه ولا جوت معزه ولا كاو ولا بينز؟ سهله خالص يا جماعه. قلت ياخد اخر بقره صح ذا لاست كاو اخر بقره ورابع هنا يا ابني. طب answer the following question. اجب على السؤالين دول. What did Jack buy from the old man؟ ماذا اشترى جاك من الراجل العجوز؟ فاكر يا شباب؟ ايوه he bought the beans اشترى الايه البينز اللي هو ايه بعض حبات الفاصوليا صح. طب السؤال الثاني سهل قوي. Why was Jack's mother angry؟ في السطر الثالث ليه غضبانه ليه يا جماعه؟ كانت متضايقه من جاك ليه؟ فاكرين يا جماعه؟ عشان طبعا ما سمعش الكلام اللي هو كان عايزه اكل وهو جاب لها حاجه ثانيه. او because they need food not beans عشان تقول ايه we need food محتاجين اكل يا ابني مش ايه مش بعض حبات الفاصوليا اللي انت جابها لي والراجل اولد مان ضحك عليك صح.
حلوه يا جماعه، اول قطعه سهله جدا على 4 درجات يا شباب. السؤال السادس يا ابطال، اعد ترتيب الكلمات. ري اوردر، بنرتب ازاي يا شباب؟ فاكرين؟ اول حاجه السبجكت الفاعل، وبعدين الفعل، وبعدين نحط مفعول. ممكن بدل مفعول ممكن نحط مثلا صفه او نحط مثلا حرف جر. صح يا جماعه، حاجات سهله جدا. نطبق يلا. اول حاجه نقرا اول كلمه مع بعض. عندك كلمه كاسل وسو وهي. اول حاجه هي saw، هي فاعل، saw يعني رأى، فاعل وفعل. ونكمل بقى a castle المفعول. he saw a castle يعني هو رأى قلعة. حلو قوي. طب a very terrible the giant was، يبقى اول حاجه the giant ادي العملاق، was يعني كان. دي يا جماعه verb to be في الباست في الماضي. very terrible يعني عملاق كان فظيع جدا، فظيع ومريع. صح، فظيع قوي قوي. 3 tall و I و tree و saw و a، يبقى نفس الكلام الأولى يا جماعه. I saw أنا رأيته. ها رأيت ايه بقى يا جماعه؟ a tall tree. صح، ما ينفعش اقول ايه tree tall، لا tall هنا يا جماعه الصفه بتيجي قبل الاسم في الانجليزي، الصفه قبل الموصوف يا شباب. a tall tree. صح. 4 on was hen there floor the، اول حاجه there was على بعضها يا جماعه يعني كان يوجد، سهل قوي. وبعدين حاجه مفرد بقى a hen عشان was بعدها اسم مفرد. there was a hen كان في دجاجه on the floor على الارضيه او واقفه على الارض وكده. حاجات كلها يا جماعه ما شاء الله 4 جمل ترتيب ما فيش ألذ منهم. قسما بالله برنس عجبتني. اخر سؤال مع البانكت ويت او البانكتويشن، اللي احنا يا جماعه اول حرف بنخليه كابيتال ليتر. لو عندي اسم يوم، اسم شهر، اسم ولد، اسم مدينه، اسم دوله، بنخلي اول حرف فيها كابيتال. يا جماعه لك ثانك يو فور هيلبينج مي جاك، شكرا على اللي انت ساعدتني يا جاك. شوف ادي ثانك يو فور هيلبينج مي جاك. انا عملت هنا حاجتين. اول حاجه حرف التي كابيتال اهو يا جماعه بدل هو عشان اول حرف في الجمله. وكمان عندك كلمه جاك، جاك اسم ولد. يا جماعه اسم ولد.